على الملاعب المغربية وحلاوة الملاعب المغربية يا جماعة، وإنجازات المغرب في الملاعب بسم الله ما شاء الله بشكل كبير جدا جدا. هنشوف ملاعب عالمية، هنشوف ملاعب تاريخية في الفترة القادمة. طبعا عايز أتكلم على ملعب مولاي عبد الله اللي المفروض مصنف أكبر ملعب في أفريقيا، مش في أفريقيا، أكبر ملعب في العالم. أنت مستوعب ملعب بالحجم ده؟ ومش اكبر ملعب فقط لا غير، لا ده اكبر ملعب واحدث ملعب لحد الان يا جماعة هيتصمم. يعني خلاص يعني ان شاء الله هيفتتح قريبا جدا جدا يا جماعة. دي حاجة من الحاجات اللي مخلية يعني مخلية الاعلام الجزائري يتكلم عمال على بطال في موضوع الملاعب المغربية. وطبعا شايف ان ملاعب الجزائر لا تساوي شيء بتاتا جنب الملاعب المغربية. طبعا احنا لما نتكلم على الملاعب المغربية لازم ندي حقها، علشان خاطر الناس دي ما بتلعبش. الناس ديت عندهم يعني خلاص انا قررت ان انا اصمم ملعب او انفذ ملعب، لازم الملعب ده يبقى على احدث مستوى، على احدث تصميم، علشان العالم كله دلوقتي بيتكلم على الرياضة المغربية، العالم كله بيتكلم على الملاعب المغربية اللي ما شاء الله. يعني عايز اقول لك ان ملعب مركب محمد الخامس اللي بسم الله ما شاء الله يعني تم إعادة تأهيله من الأول وجديد في فترة تقريبا حوالي 6 8 شهور، ما كملناش سنة. الملعب يا جماعة ما شاء الله كان تحدي كبير جدا جدا لأبناء المملكة المغربية بقيادة الكابتن أو الأستاذ الكبير فوزي لقجع، اللي ليه مننا كل تقدير واحترام. الراجل ده يا جماعة نفسي يبقى فيه حد زيه هنا في مصر، نفسي يبقى في حد زيه هناك في الجزائر، نفسي يبقى في حد زيه هناك في تونس، نفسي يبقى في حد زيه هناك في كل البلاد العربية، كل البلاد الأفريقية، عشان خاطر يا جماعة الراجل ده يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يحرسه وربنا يحفظه يا جماعة. الراجل ده بيشتغل يعني واهب حياته كلها للعمل في المجال الرياضي، فدي حاجة من الحاجات اللي مخلية المغاربة ناجحين. دلوقتي بنشوف بسم الله ما شاء الله المغاربة دلوقتي الوحيدين اللي ما شاء الله يا جماعة العالم كله بيتحدث عنهم، يعني حدث ولا حرج على اللي هم بيعملوه. فأنا أتمنى من كل قلبي الناس تشاهد الفيديو، وعلشان خاطر يعرفوا قد ايه المغرب او المغاربة ناس يعني بيقدروا اللي هما بيعملوه. يعني مثلا لما تلاقي مثلا استاذ فوزي لقجع والجامعة الملكية، طبعا كان بيتحارب كتير جدا جدا في موضوع رئاسة الكاف الافريقي، والقصة الكبيرة جدا اللي كانت قلبة السوشيال ميديا في الفترة الاخيرة. لكن هو دلوقتي نائب رئيس الكاف الافريقي، ومش بعيد يبقى في الفترة القادمة يبقى رئيس الكاف الافريقي. بتمنى ان هو ان شاء الله يبقى في الفترة القادمة باذن الله يبقى رئيس الكاف الافريقي، علشان الرياضة الافريقية كلها تتغير. عايزك تصلي على النبي الشريف في القناة علشان يوصلك كل جديد وحصري. والسلام عليكم ورحمة الله.